اقسم بالله اي دكتور عظم ما هيقول لك الكلام ده في الدنيا. 80% من العمليات اللي بتتعمل عندنا في جراحه العظام 80% سواء كان حكومه او خاص ملهاش لازمه. 80% من العمليات اللي احنا بنعملها يا جماعه بتتعمل عشان خاطر الفلوس وعشان خاطر التعليم. 80% من العمليات بتاعه المناظير بتاعه الركب والكتف ملهاش دعوه، ملهاش اي فايده للعيان. 80% من الكسور بتاعه الترقوه ملهاش اي لازمه. علقه حامل زراعه هيخفف العيان. 80% من الكسور بتاعه الساق او العيال الصغيره ملهاش اي لازمه. لو العيل اتجبس هيستفاد وهيلحق 100%. محدش بيقول الكلام ده. وللاسف الشديد ان 80% من عمليات تغيير مفصل الركبه برضه تتعمل من غير اي داعي، لان جدودنا ما عملوش تغيير مفصل الركبه. اي عيان عنده شوط خشونه هيعمل له مفصل ركبه. وخد اللي جايه بقى للاسف الشديد قوي 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 قوي، 80% من عمليات الانزلاق و90% من عمليات الانزلاق الغضروفي في الظهر وفي الرقبه ملهاش اي لازمه في الاغلب. وللاسف الشديد العيانين دي بتتمطوح بعد كده. يعني نسبه شفاء العيانين دي والمشاكل اللي بتحصل بعد العمليه اكتر بكتير من ان انت تعالج العيان ده. ارجوكوا شيروا الفيديو ده، ارجوكوا نرجع لربنا، ارجوكوا نتقي ربنا.